السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد صلاح. النهاردة جينا لكم بفيديو جديد وهنكلمكم عن ساعة بتيجي بموديل واتش 9 الترا. احنا قبل كده كنا على القناة بتاعتنا عملنا فيديو مراجعة لساعة بتيجي بموديل واتش 8 الترا، وكانت وصلنا عليها اسئلة كتيرة جدا، وكان الواضح برضو ان هي من ضمن الساعات المنتشرة في السوق. علشان كده النهارده جينا لكم بفيديو جديد وهنكلمكم عن الساعه ديت اللي هي بتيجي موديل واتش 9 الترا. زي ما شايفين كده العلبه مش مكتوب عليها اي اسم شركه او براند معين. هنروح مع بعض دلوقتي ونشوف فيديو اهم المميزات والعيوب اللي موجوده في الساعه اللي معانا النهارده. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين كده ده شكل العلبه بتاعه الساعه اللي معانا النهارده، عشان لو حبيتوا تشتروها مكتوب عليها هنا واتش 9 الترا بس. ولو جينا بصينا على اهم المحتويات فهنا هيظهر معانا الساعه، وبعد كده الاستراب بيجي باللون الاورنج، وهنا هيظهر معانا الشاحن وايرلس زي كل الساعات اللي احنا متعودين عليها. بجانب هنا ده دليل المستخدم. اهم حاجه في دليل المستخدم وهو مهم جدا هو رمز الكيو ار هنا، علشان تقدر تعمل له سكان ومن خلاله تقدر تعرف الابليكيشن اللي انت هتنزله عشان تقدر تربط الساعة ديت مع الموبايل بتاعك. فلازم تاخد بالك كويس جدا من دليل المستخدم اللي بيجي معاك. لو جينا بصينا هنا على الساعة نفسها، بالنسبة لتصميم الساعة فعايز اقول لك ان الساعة دي بتيجي بمقاس 49 ملي، نفس مقاس الساعات الاصلية. لو جينا بصينا كده على التصميم الخارجي بتاعها فهو مفيش اختلاف عن الساعات التانية كلها. لو جينا بصينا من الجنب هنا فهيظهر معانا فتحات الخاصة بالسبيكر، وهنا الزرار بتاع السبورت مود باللون الاورنج. ولو جينا بصينا من الجنب التاني فهيظهر معانا هنا زرار سكرولينج بيعمل الصوت ده زي ما انتم سامعين كده، وهنا ده زرار فانكشن، وهنا الفتحة ديت الخاصة بالمايك. علشان كده السماعة ديت بتدعم خاصية المكالمات لان هنا فيها سبيكر وفيها هنا مايك. لو جينا بصينا كده من الخلف هيظهر معانا السنسورات الخاصة بقياس نبضات القلب والاكسجين في الدم والحاجات دي كلها. ودايما احنا بننبه في كل فيديوهاتنا وكل فيديو احنا اتكلمنا فيه عن ساعة ذكية دايما بنقول ما تعتمدوش على السنسورات ديت خالص، لانها مش اجهزة طبية وهي عبارة عن اكسسوارات فقط لا غير. هنا هيظهر معانا 4 مسامير من الخلف، بجانب برضو هنا اللوك الخاص بالاستراب. بالنسبة للاسترابات ديت فهي نفس مقاسات الاسترابات اللي احنا متعودين عليها على طول، ونفس الاسترابات بتاعت الساعة الأصلية متوفرة بأشكال وبألوان كتيرة جدا. بالنسبة للماتيريال بتاعتها فهي من الزنك أولي، وعايز أقول لك إن خامتها برضو كويسة جدا. عشان نفتح الساعة ديت ونشغلها ندوس هنا على زرار باور لمدة ثواني، والساعة كده تفتح معانا. وزي ما شايفين ظهر معانا علامة او رقم 9. في البداية كده عايزين نتكلم عن الشاشة، فهنا شاشة فيها برضو always on display زي ما شايفين بالشكل ده. لو جينا بصينا على الشاشة نفسها فللأسف انا معرفتش اوصل للريزوليوشن بتاع الشاشة ديت، لكن نقدر نقول ان الشاشة ديت بصراحة من اسوأ الساعات اللي انا شفتها من حيث الاضاءة. زي ما انتم شايفين كده هنا الاضاءة بتاعت الشاشة، اللمبات باينه ازاي كده من الاسفل زي ما انتم شايفين، والسطوع بتاع الشاشه مش احسن حاجه، يعني في ساعات اعلى من كده بكتير. ودقه الالوان برضو مش اللي هي، لا ده كده الشكل والالوان بتاعت الساعه زي ما انتم شايفين. طيب لو جينا سحبنا كده من الشمال ليمين هتظهر معانا القائمه ديت اللي فيها التاريخ والطقس والكلام ده كله زي ما انتم شايفين، وبعض الاختصارات الخاصه بالفتنس زي ما انتم شايفين. طيب لو جينا دوسنا على زرار الاورنج ده فهو هنا بيدخلك على السبورت مود علشان تقدر تقيس اي رياضة انت بتقوم بيها، متوفر فيها حاجات كتير جدا. لو جينا دوسنا على الزرار الجانبي ده هنا دوسة مطولة، فهنا بيجيب لك ان تقدر تعمل شت داون او ريستارت او الطوارئ. لما ندوس دوسة واحدة عليها فهي بتقفل لك الشاشة وتجيب لك always on display. طيب لو جينا دوسنا على الزرار ده فهنا بيفتح لك القائمة ديت ويجيب لك المنيو دي الايقونات اللي موجودة. لو جينا بصينا عن كده على الايقونات مفيش اختلاف كتير عن الساعات التانية. اهم نقطة عندنا هنا ده رمز الكيو ار علشان تقدر تعمل له سكان وتقدر تنزل ابلكيشن تقدر تربط بيه الساعة مع الموبايل. طيب لو جينا دخلنا على ايقونة تاني مثلا هنا دي الاعدادات، لو دخلنا على اباوت
هنا هيظهر معانا موديل بتاع الساعة وبعض المعلومات عنها، وفي نفس الوقت برضو تقدر تعمل شت داون ليها. هنا زي ما انتم شايفين بيقول لك ان الساعة ديت اصدار 2/7/2023، يعني اصدارها الشهر اللي فات. هنا تقدر تجيب سيري، بس طبعا لازم تكون رابط الساعة مع الموبايل. وهنا اللانجوج، هنا الساعة ديت متوفر فيها الانجليزي وفيها لغات كتير جدا، منهم اللغة العربية. زي ما انتم شايفين كده هنحاول نجيبها ونشوف اللغة العربية بتكون عاملة ازاي. نعمل باك، وزي ما انتم شايفين كده ده شكل اللغة العربية. اللغة العربية بتاعتها انا شايف ان هي كويسة ومقبولة، لكن بصراحة يعني المشكلة اللي فيها ان الخط بتاعها صغير جدا. زي ما انتم شايفين كنت اتمنى ان يكون الخط اكبر من كده شوية. وهنا السطوع والاضاءة زي ما انتم شايفين كده، الساعة ديت هنا على اخر درجة للسطوع. لو حبينا نوطي فده اقل حاجة، ودي كده اعلى حاجة. ده بالنسبة للسطوع. احنا قلنا السطوع بتاعها يعني قليل بالنسبة الساعات اللي احنا جربناها قبل كده. لو جينا بصينا على الايقونات هنا فهيظهر معانا هنا الاتصال. طبعا لازم تكون رابط الساعة بالموبايل ومفعل البلوتوث علشان تقدر تعمل مكالمات من الساعة. هنجرب مع بعض دلوقتي ونشوف الاشعارات بتوصل لنا ازاي على الساعة ديت، سواء الاشعارات اللي هي بتكون باللغة العربية او باللغة الانجليزية. المميز في الساعة دي برضو ان انت لما بيوصلك اشعار بيظهر لك الايقونة من الابليكيشن اللي وصلك منه الاشعار، زي الواتس مثلا بيظهر علامة الواتس، ولو من الفيسبوك فهيظهر الاشعار من الفيسبوك برضو. هنجرب مع بعض دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة دلوقتي النوتيفيكيشن وصلنا من الواتساب برسالة باللغة العربية وبتيجي بشكل كامل زي ما انتم شايفين، ودي حاجة كويسة. هو طبعا الخط صغير شوية، لكن نقدر نقول انه هيأدي الغرض لان الرسالة بتيجي بشكل كامل. هنجرب مع بعض دلوقتي ونشوف لما يجي حاجة باللغة الانجليزية نشوف شكلها عامل ازاي. وهنا برضو زي ما انتم شايفين رسالة او نوتيفيكيشن جالنا باللغة الانجليزية كويس جدا. هنجرب مع بعض دلوقتي الاتصال وبيكون عامل ازاي. طبعا في برنامج اللي تقدر تربط بيه الساعة مع الموبايل. هو البرنامج ده لما بتعمل له سكان هيظهر معاك. البرنامج ده هو متوفر طبعا للاندرويد والاي او اس، بتنزله وتقدر تربط الساعة بالموبايل. وهنا في الساعة تقدر تضيف اسماء زي ما انت شايف كده على الساعة، بحيث ان الاشخاص دول لما يتصلوا عليك هتلاقي اسمهم يظهر على الساعة. لكن لو انت ما ضفتش الاسماء ديت على الابليكيشن بتاعهم للاسف اللي هيظهر هنا على الساعة بس هو الرقم والاسم مش هيظهر معاك. فانا بنصحك ان انت لو عايز تضيف الاسماء دول تدخل على الابليكيشن بتاعهم وتقدر تضيف اي اسماء زي ما انت عايز. اظن انت متاح معاك لحد 200 اسم. دلوقتي يا جماعة لو حبينا نلخص اهم المميزات واهم العيوب اللي موجودة في الساعة ديت. اهم المميزات ان الساعة ديت فيها اللغة العربية، وكمان الاشعارات في اللغة العربية توصلك بشكل كامل وبشكل سليم. لكن العيب اللي فيها ان الاشعارات بتجيلك بخط صغير جدا زي ما انتم شايفين كده. بعض المميزات اللي انا شفتها فيها برضو ان سعرها رخيص والماتيريال بتاعها من الخارج نفس ماتيريال الساعات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. لو جينا بصينا على العيوب فاحنا هنلاقي ان الشاشة هنا بيظهر فيها بعض العيوب زي الاضاءة. هنجرب كده مع بعض. زي ما انتم شايفين هنا كده الاضاءة، اللمبات باينة اسفل الشاشة زي ما انتم شايفين كده. السطوع بتاع الشاشة دوت مش عالي قوي للأسف. برضو الالوان نقدر نقول عليها ان هي ضعيفة بسبب سطوع الشاشة اللي مش قوي. للأسف مش متوفر الريزوليوشن او معلومات عن الريزوليوشن بتاعت الساعة ديت على اي موقع، لكن نقدر نقول ان الساعة ديت مناسبة لسعرها. فهي نقدر نقول من الفئة الاقتصادية جدا لو انت عايز تجيب ساعة تأدي الغرض معاك، وفي نفس الوقت برضو الشكل بتاعها يكون كويس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.